احمد الطيب طبعا من وقت للتاني كده يعني زي ما بيقولوا كده بينكش جماهير النادي الاهلي، وبينزل دايما بوستات كده ليها يعني معالم مختلفه وليها قصه. تعال نشوف المنشور اللي كتبه كابتن احمد الطيب. بيقول ان فوز الاهلي على الترجي بالثلاثه هو جرعه ثقه محترمه قبل التاهل للنهائي امام صن داونز، وسواء لعبوا بالليل او العصر الاهلي فنيا ونفسيا اصبح مهيأ للفوز على صن داونز في مصر او جنوب افريقيا. وقتها هيشارك 81 مليون زملكاوي، مش 80، 81 مليون زملكاوي فرحة الاهلي باللقب ال 11. وما يشغلناش تعويض، وبيقول الخمسة يعني الخمستين اللي هو يعني فوز صن داونز على الاهلي مرتين بالخمسة يعني، ولا هنجيب سيرتهم خالص، المهم اللقب الكاس يا اهلي. طبعا الكابتن احمد الطيب معلق كبير ومعلق يعني بيتكلم دايما، وبحب معظم 80% او 90% من قناته او من صفحته بيتكلم فيها دايما على النادي الاهلي. كابتن احمد الطيب معلش يعني انت عايز ايه من منشور زي كده؟ يعني انت بتحفل على النادي الاهلي، ولا واقف مع النادي الاهلي، ولا بتدعم النادي الاهلي، ولا ال 81 مليون زملكاوي اللي موجودين في مصر هيقفوا ويشجعوا النادي الاهلي عشان الحادية عشر؟ فالموضوع يا كابتن احمد شكله صعب جدا معاك، وانت محب لنادي الزمالك وده شيء حريه شخصيه ولك كل الاحترام والتقدير فيه، ولكن انك يعني بتنزل دايما بوستات ومنشورات ليها دوافع وميول واتجاهات اخرى، مش هيبقى كويس جدا ليك، لانك دايما هتتفرج وهتشوف في التعليقات تحت، زي اذا ما قفلتهاش على صفحتك هتلاقي التعليقات مش حلوه ومش لطيفة انك حتى تقراها او محبيك يقروها، لانها هتبقى بشكل مش لطيف نهائي معاك. طبعا عايز اقول هنا بقى للكابتن احمد الطيب احنا متشكرين يا سيدي، احنا متشكرين. ال 81 مليون زملكاوي على دماغنا من فوق، النادي الاهلي بيشكر ال 81 مليون زملكاوي يا سيدي، وما تشجعوناش يا سيدي. يعني انتوا طول بطولة افريقيا بتلبسهم تيشيرتات الفرق المنافسة، وكل الفرق اللي قابلها النادي الاهلي تشجعوها ضد النادي الاهلي، الا الناس الزملكاويين المحترمين اللي فعلا شافوا ان فريق نادي الزمالك خرج من البطوله، وهو بقى بيشجع الاهلي كفريق مصري، ليس بقى يعني حبا او انتماء والكلام ده للنادي الاهلي، ولكن في بعض الفئات من جمهور نادي الزمالك اللي بيقول لك خلاص ان نادي الزمالك مش موجود في البطوله والنادي الاهلي هو المشارك في البطوله ومكمل، اشجع فريق نادي الاهلي، فريق محترم، فريق يعني قادر ان هو ممكن ياخد البطوله، بيقدم مستويات مميزه في البطوله، فهشجعه كانه او على اعتبار ان هو بيمثل الكره المصريه وسمعه الكره المصريه في القاره الافريقيه. لكن يا كابتن احمد يا طيب، انا مش عايزك تشغل نفسك خالص بالنادي الاهلي، مش كده ولا ايه؟ مش عايزك تقلق خالص، السيمتريه والفيزيولوجيه مش كده ولا ايه يا ولدي؟ عايزك تهدى خالص يا كابتن احمد الطيب، ما مش عايزك تقلق خالص من ناحيه النادي الاهلي، اترك النادي الاهلي، شجع من تراه مناسبا يلعب ضد النادي الاهلي، مفيش اي مشكله، واحتفل براحتك وحفل، لكن دايما هيفضل النادي الاهلي في مكان والبقيه في اماكن اخرى، لا وجه للمقارنه بكل امانه بالنادي الاهلي باي نادي تاني، مش هقول بقى في مصر، في القاره الافريقيه. بقى للكابتن احمد الطيب، دايما الشخص القليل شويه واللي ما عندوش ثقه في نفسه، دايما انا القوي، انا اللي هنا، انا القائد يعني انا المسيطر، وطبعا لا بيبقى مسيطر ولا اي حاجه. بس انا بقول للكابتن احمد الطيب متشكرين يا سيدي على ال 81 مليون زملكاوي، مش عايزين حد، كفايه ان جماهيرنا كتير جدا، وكفايه ان جماهير النادي الاهلي ودعوات جماهير النادي الاهلي ان شاء الله تكون فعلا الحادية عشر، شئت ام ابيت ان شاء الله تكون الحادية عشر للنادي الاهلي.